اهلا وسهلا بحضراتكم بفيديو جديد من قناة مشروعك عندنا. النهاردة انا جايب لحضرتك فكرة مشروع هي مختصة بالتجارة. طبعا كلنا عارفين وحضراتكم عارفين ان التجارة هي حاجة ممتازة جدا جدا، بس عايزة الانسان يكون شاطر وفاهم هو بيعمل ايه، ويكون كل خطوة بيخطيها دارس الموضوع بشكل جيد. النهاردة هنتكلم عن منتج غذائي مطلوب بكثرة ومطلوب كل يوم، وعلى قد ما تقدر توزع هتكسب فلوس اكتر. اللي هو ايه؟ احنا النهارده هنحتاج ماكينتين علشان المنتج بتاعنا، اللي هو تعبئة وتغليف العسل الابيض وتعبئة وتغليف العسل الاسود. بس نصيحة، هما الاتنين شغالين زي الفل وامورهم 100%، بس انت لازم تشتغل في حاجة واحدة من الاتنين علشان التاجر او الموزع اللي هيجي ياخد منك ما يتشتتش افكاره ويقول لك ده بيشتغل في كذا حاجة أو مش مركز في حاجة واحدة، علشان يكون عارف طلبه هو رايح فين. طيب، أنت علشان تبدأ النهاردة هتبدأ في ربع طن. هتبدأ في الأول بربع طن. أنت هتجيب ماكينتين، في منهم واحدة شغالة على الكمبيوتر بتحط عدد الجرامات وهي بتعبي لوحديها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، محتاج الماكينة اللي هي بتغلف الغطا وبتغلف البرطمان كله. طيب، بداية المشروع قبل ما تخطي أي خطوة في المشروع لازم تكون في الأول عندك مكان. المكان يكون عندك في البيت مجرد غرفة أو أوضة عادية في البيت. طيب، إيه المطلوب؟ أهم حاجة في بداية المشروع هي الترخيص. إذا جبت ترخيص إنك أنت بتسوق منتجات تموينية، أسعار تموينية، أو منتج تعبئة تموين وتغليف، كده انت امورك متظبطه 100%. بعد ما هتجيب الترخيص وهتجيب الماكينتين اللي قلت لك عليهم. طبعا انا النهارده واحد هيجيني في التعليقات او تسالني سؤال تقول لي طب السعر كام بتاع كيلو العسل؟ اهو ده اللي ما ينفعش اقوله لحضرتك، لان دايما الاسعار مختلفه وخاصه في المنتجات الغذائيه. طيب، المنتجات الغذائيه النهارده بس في حاجه عايز اقول لك عليها. المنتجات الغذائيه النهارده لما بترفع ما بتنزلش تاني. السعر لما بيرفع ما بينزلش تاني، فانت لما تشتغل هيكون شغلك مضمون. طب انا تقريبا كده لو حبيت اجيب طن واعبيه في برطمانات هيجي كام كرتونه او هيجي كام عبوه؟ لو انا هعبي العبوه كيلو هيديني 1000 كيلو العبوه. طب ال 1000 كيلو دول انا هعبي كل 16 عبوه في كرتون، كل 16 برطمان. كمان جودة البراطيم نفسها، في براطيم سواء زجاج أو بلاستيك ما بتنفعش إنك أنت تحط فيها مواد تموينية أو مواد غذائية. لازم تخلي بالك من الملحوظة دي، علشان ده هيخلي شغلك يبوظ ومشروعك يخسر على طول. لكن أنت لازم تختار الحاجة النظيفة، لأن دي أرواح ناس ولازم الحاجة تكون نظيفة. هتعبي البراطيم وتغلفها كل 16 كيلو او 16 برطمان في كرتونه واحده. طب انا مكسبي هيكون قد ايه في كل برطمان هعبيه؟ طبعا الماكينه انت هتكتب على الشاشه اللي انت عايز. الماكينه دي كمبيوتر وليها شاشه، وبتكتب الجرامات اللي انت عايزها اللي الماكينه بتعبيها، وبترجع توقف لوحديها بعد بين كل تعبئه عبوه وعبوه، وانت تشيل عبوه وتغلفها. طيب، انا هكسب قد ايه تقريبا؟ يعني انا تقريبا هكسب من 2 جنيه ل 2 جنيه ونص في كل عبوه. لو انا وزعت في اليوم 50 برطمان كده انا هكسب لي في كل كرتونه تقريبا 40 جنيه. لو وزعت في اليوم 50 كرتونه طبعا بتقريبا 2000 جنيه في اليوم. طب 2000 جنيه في اليوم، انا بقول لك مش هتكسب 2000 في اليوم، كفايه عليك انك هتكسب 1000 بس. هنقول انك هتكسب 1000 بس. طبعا 1000 جنيه في اليوم ده مبلغ ممتاز جدا جدا، هيغنيك عن ان انت شغال شغلانه او بتتغرب. طيب، ايه الحاجة التانية اللي ممكن تسحبني لورا او تبوظ مني المشروع او تخليني اخسر؟ ان انا معاملتي مع الزباين، الناس اللي انا ببيع لهم، لان انا هوزع في مناطق مختلفة. اول حاجة الافران بتاعة العيش اللي هي بتاعة الحلويات، دول بيعتمدوا على العسل بشكل رسمي ويومي. طيب، السوبرات ماركت، المحلات اللي بتبيع في البلح في شهر رمضان وانواع العجوه والبلح في شهر رمضان بيحتاجوا للعسل بشكل رسمي، او لازم ده منتج مطلوب في السوق بشكل رسمي. السوبرات ماركت، الهايبر ماركت، في الاسواق بتكون في محلات مختصه بالحلويات والكلام ده كله، دول بيحتاجوا برضو العسل، وافران الحلويات بيحتاجوا للعسل بشكل يومي. طبعا لو انت لازم تختار منتج من الاثنين، يا اما العسل الابيض، لان العسل الابيض اللي هو العسل النحل يعني مش بس نوع واحد، ده كذا نوع.
طيب والعسل الاسود برضو لازم تختار منتج واحد علشان تمشي فيه في البداية، ولما تيجي تشتغل لازم تبدأ بربع طن أقل حاجة في الأول، ولازم تكون مخطط للمشروع كويس. لو انت مالكش في تسويق المنتج، انت تقدر تسوقه لواحد يكون خاص وتديله النسبة بتاعته، ان انت بس تعبي وتشتري وتعبي وتغلب ونسبتك تطلع. هتكون مكسبك ضعيف شوية، بس انت كده هتشتغل شغل اكتر وشغل اسرع. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.